بما ان الدراسة على الابواب وتقريبا الدروس كلها ابتدت مع القرارات الغريبة التحفة بإلغاء بعض المواد دي، فقلت اما اعمل حاجة تفتح نفسنا بدل سددان النفس اللي جاي للكل. هعمل شنطة للدروس لبنتي عشان ربنا كده يهديها وتتشجع وتذاكر، وحاجة تفرحها شوية بدل الأيام البيضة اللي احنا عايشينها. يلا تعالوا معايا نشوف هنعمل ايه مع بعض. بس قبل ما ابتدي الفيديو، اشتراك بقى في القناة ومتابعة على صفحة الفيس طبخة وشنطة، ولايكات وكومنتات وشير كتير عشان فيديوهاتي توصل لأكبر عدد وكلنا نستفيد من بعض، ونسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الجمال ده هنعمله ازاي مع بعض. انا عملت منها اسود وعملت منها الوان. بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا معايا خيط مكرمية مصري اسود وبيج، وطبعا الالوان على حسب ذوقكم، وابرة 4.5. هعمل في البداية عقدة البداية بتاعت الشغل بتاعي، وهشتغل سلسلة بحجم او بعدد قاعدة الشنطة اللي انا هعملها. انت ممكن تكون عايزاها صغيرة شوية كبيرة شوية. انا عملتها تقريبا بتاع 27 سلسلة. تمام. هبني عليها غرزة حشو، وطبعا كلنا عارفين غرزة الحشو. هخلص السطر للآخر وهقول لكم هنعمل ايه. انا خلصت كده السطر للآخر، هاخد سلسلة والف الشغل وارجع تاني، مش هاخد داير ما يدور. تمام، عشان انا هعمل قاعدة مستطيل، ودي بالنسبة لي اسهل طريقة للقاعدة، وبتظبط معايا اكتر من القاعدة اللي انا بعمل لها اركان في كل ركن، غرزتين في غرزة والكلام ده. تمام. طبعا انا عمالة كل ما انهي سطر بلف الشغل، اخد سلسلة، اخد ارتفاع سلسلة والف الشغل. تمام. هوريكم في اخر سطر انا هعمل ايه. انا وصلت كده لاخر السطر زي ما انتوا شايفين. تمام. انا مش هلف وارجع، لا، انا هكمل داير ما يدور بقى، هبتدي اكمل داير ما يدور. تمام. زي ما انتوا شايفين كده موضوع بسيط وسهل، وكلها لغاية دلوقتي بغرزة حشو، لحد الآن بغرزة حشو. داير ما يدور، مش هنروح ولا هرجع بالشغل ولا أي حاجة من الكلام ده. تمام كده. خلصت اهو. انا مش عارفة ليه برغم ان يعني الكاميرا انا ظبطاها، مش عارفة ليه انا ساعات ايدي بتبعد شوية، الشغل بيخوني وببقى ملهية قوي، فايدي بتبعد عن الكاميرا، ومتأسفة ليكوا جدا. المهم احنا عارفين ان لغاية الان كل شغلنا غرزة حشو، داير ما يدور في كل غرزة، لا بزود ولا بنقص، هدخل والف على عدد الغرز اللي موجودة عندي بالظبط عشان يبتدي الشغل معايا ياخد التجويفة اللي احنا عارفينها. تمام كده. اخلص برضو داير ما يدور. بصوا على كل الشغل بلف، مش باخد الشغل وارجع، لا، بلف داير ما يدور، وبرضو بغرزة حشو لحد ارتفاع معين، وهقول لكم هنغير الغرزة امتى. بصوا ابتدى الموضوع يبقى واضح معانا، والقاعدة المستطيل ابتدت اول ما ابتدينا من نمشي على كل عدد غرزة داير كده، ابتدت تدي معانا التجويفة زي ما انتوا شايفين في كل جنب من القاعدة المستطيل اهي. ابتدي بقى الف داير ما يدور لغاية ما اوصل للارتفاع اللي انا عايزاه. خلاص كده. هعد بقى بتاع 5 سلسلة، وهفوت غرزة، وهاخد عمود. تمام كده.
اهي، افوت غرزة زي ما انتوا شايفين وادخل بعمود، وبعد ما بخلص العمود اسحب سلسلة عشان اعوض في الفراغ الغرزة اللي انا سايباها. تمام كده اهي، عشان تدي معانا الفتحات دي. انا عايزة الشنطة تبقى خفيفة مش تقيلة، فعشان كده انا حاولت ان انا اخفف الغرز واعملها غرز مفتحة. كده كده انا هبطنها، فهتبقى الفتحات دي كلها متدارية، ومش هيبقى فيه لا كتب باينة ولا اي حاجة. تمام. اجي السطر اللي بعده برضو اسحب بعد العمود سلسلة، وادخل بقى ما بين الفتحات الكبيرة دي اهي. هدخل في الفتحات الكبيرة، مش هدخل في اي غرزة، لا في الفتحة نفسها هدخل فيها واسحب بعد ما الف الابرة عشان اعمل عمود اللي هي بلفة واحدة يا جماعة، زي ما انتوا شايفين كده اهو، عمود وبسحب سلسلة، وبعد كده بفوت بقى غرزة وادخل في الفتحة، وهكذا لغاية اما بخلص ارتفاع الشنطة اللي انا عايزاه. لحد كده الدنيا تمام. الشنطة دي انا خلصتها في يوم بالظبط، يوم. ويوم انا كنت بقوم اعمل فيها حاجات في البيت، اروح لاولادي اشوفهم بيعملوا ايه، اقعد معاهم اتفرج على التلفزيون، يعني مش مواظبة على الشغل فيها. فانا لو قعدت عليها 3-4 ساعات متواصلين كانت خلصت، وقبل كده كمان. انا كده خلصت ارتفاع الشنطة زي ما انتوا شايفين اللي انا عايزاه. تمام. هفضل ماشي لغاية اما اخلص السطر، وفي اخر السطر ده هنضف بغرزة منزلقة. وطبعا انتوا عارفين ان انا بنضف شغلي بالولاعة اهو. تمام اهو، غرزة منزلقة وبشد واجيب الولاعة وانضف شغلي. تشوفوا دلوقتي تمام، ودي عقدة كده عشان شغلي ما يتفكش، وانضف برضو بعد كده بالولاعة. بس كده شغل نضيف ومفيهوش اي حاجة. تمام. هعمل بقى القلاب، قلاب الشنطة برضو هاخد بتاع 13 تقريبا او 14 سلسلة، وابني عليها بعد كده غرزة حشو. تمام. حلو كده، خلصت. هاجي بقى هنا، انا مش هرجع بالشغل، لا هلف واخد في النص كده غرزتين في غرزة، غرزتين حشو في غرزة، عشان تديني اللي هو الدوران اللي انتوا شايفينه ده، واكمل بقية السطر للاخر. هتشوفوا كده دلوقتي اهو. وبعد كده هاخد سلسلة اهو، هاخد سلسلة وارجع بالشغل. ليه بقى؟ عشان خاطر انا هفضل، يا رب تبقى واضحة ليكوا كده، هفضل الف واجي لاخر السطر واقوم لفة وعايدة تاني، واجي لاخر السطر واقوم لفة وعايدة تاني، عشان خاطر انا عايزة دوران في جنب واحد بس اهو. هاجي كده في كل نهاية جنب من الجناب ارجع بالشغل تاني، وشغلي كله هيبقى في الدوران اللي فوق ده، وفي تزويدات عشان تديني البرمة دي، وفي نفس الوقت ما تبقاش فيها تجويفة، تبقى مفرودة معايا. انا غيرت اللون ودخلت لون البيج اللي انتوا شايفينه ده، وبرضو غرزة حشو، وبرضو غرزة حشو.
هبني تقريبا سطرين منه، وبعد كده او سطر، وبعد كده باللون الاسود هقفل بيه شكل القلاب. كده القلاب خلص معانا اهو. هثبته في الشنطة بطريقة بسيطة جدا بخيط اسود عندي، وبالإبرة هسحب الخيط عندي الاسود ده اهو، انا قطع حتة وهربطها كويس جدا. تمام. واكني بخيط، بس مش بإبرة، لا بالإبرة الكروشيه، بسحب بالإبرة الكروشيه، مش بخياطة إبرة اللي هي بتاعت الكروشيه اللي انا الكبيرة البلاستيك او المعدن او كده، لا بالإبرة بتاعت الكروشيه نفسها. انا هخيط لغاية اما اوصل للآخر، وابتدي انضف بالولاعة شغلي كويس جدا عشان يبقى متين وما يتفكش مني. كده عملت القلاب اهو، خلصته. هعمل باللون البيج ده حزام للشنطة اللي هقفل بيها، هتشوفوا دلوقتي، وهي عبارة عن سلسلة. هعمل سلسلة، هو ده الحزام اللي هيبقى معايا بشغل سلسلة. انا خلصتها طبعا، انا بعمل على دوران الشنطة بالظبط، وبزود عليها كمان يجي بتاع 10 سنتي عشان تدينا براح لما اجي اربط او لما اجي اوسع الشنطة. تمام كده. وادككها زي ما اكون كده بدكك استك في بنطلون او في اي حاجة. خلصنا كده القلاب، وخلصنا كده الحزام اللي هنربط بيه الشنطة اهو بالطريقة دي. تمام. هنعمل الدراع. الدراع برضو هقوم بالخيط الاسود اربط كده، تمام، واسحب سلسلة على قد طول الدراع بتاع كتف اللي هيلبس الشنطة، واربطه في قاعدة الشنطة من تحت كده بغرزة منزلقة. اسحب كده، تمام، وابني عليها عواميد. على السلسلة اللي انا عملتها دي هبني عليها عواميد، عمود بلفة واحدة اهي. هخلص لغاية اخر الشنطة، وخلصت كده الدراع. مش هتصدقوا لو قلتلكم دي بندانة سوري قديمة عندي، وسعت مني قوي، وتحسي القماشة مطت كده. انا نضفتها وبطنت بيها الشنطة عشان تعرفوا ان حتى الشنطة ما كلفتناش اي امكانيات او اي حاجة. باللي موجودة عندي انا بطنت واشتغلت بالخيوط اللي موجودة عندي برضو لبنتي. وده لولي كان عندي، قلت ازوق برضو الشنطة كده بشكل بسيط اهي، يدوبك كده سطر. هي بنتي بتحب الحاجة سيمبل وما فيهاش شغل كتير. ما شاء الله طلعت الشنطة تحفة، وبتشيل كتب كتير جدا. بسم الله ما شاء الله. احنا عارفين ان الدروس الاولاد يا قلبي بيفضلوا يلفوا على رجليهم طول النهار، فالشنطة ما شاء الله كبيرة عشان تلم كل كتب الدروس اللي بتلف بيها طول النهار. هي دي الشنطة بقى بعد ما خلصت. هوريكم هتشيل كتب قد ايه دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، بسيطة وجميلة وسهلة ومخدتش مني وقت خالص اهي. ومن جوه بعد ما بطنتها، طبعا البطانة احنا عملناها مع بعض كذا مرة. دي الكتب بسم الله ما شاء الله، دي اللي انا حطيتها قدامكم دلوقتي. ده انا بعد ما قفلت الفيديو في كتب حطيتها تاني. شوفوا كم كتاب وكم ملزمة وكم كراسة، ده غير المقلمة والآلة الحاسبة كمان. دي مقلمة كروشيه برضو انا عاملاها لها، حاولت ان انا اخلي لونها قريب من لون الشنطة بتاعت الدرس والمقلمة والله. وتشيل تاني كمان. وهقفل الشنطة معاكم كده. وعملت منها الملونة كمان بس بدون قلاب، وزينتها بشوية خرز كده بنفس الفكرة بالظبط ونفس الغرز بس ملونة.
يا رب تكون عجبتكم، وقناتي عند حسن ظنكم. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم.